بدل أن يطير من الغابون إلى المغرب، كشفت مصادر رسمية موثوقة أن طائرة محمد السادس حطت الرحال بالعاصمة الفرنسية باريس، ويأتي هذا عقب أنباء متداولة عبر منصات مختلفة تشير إلى رفع الحصانة الدبلوماسية التي كان يتمتع بها محمد السادس في الغابون وما تشمله من ممتلكاته الخاصة الممنوحة له بتواطؤ مع النظام السابق، حيث كشفت بعض المصادر عن مصدر عسكري في الغابون أن قصر الملك المغربي محمد السادس في ليبروفيل لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وفق الاتفاقيات الدولية، وستصدر مذكرة تفتيش في سياق التحقيقات الجارية بشأن ثروات مشبوهة كان يتمتع بها علي بانغو ومختلف أفراد عائلته. وفي سياق هذه الأحداث المتسارعة في الغابون والمغرب، كشفت صحيفة جون أفريك الناطقة باللغة الفرنسية أن الطائرة الملكية المغربية هبطت بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها الملك المغربي محمد السادس وعدد من مقربيه. هذا ومن المحتمل أنه تم تهريب محمد السادس من الغابون، خاصة وأنه اعتاد قضاء معظم أوقات حياته بين فرنسا والغابون، ولا يأتي للمغرب إلا في حالة نادرة. كما أن السيناريو المحتمل أن تكون المخابرات الفرنسية هي من ساعدت محمد السادس على الخروج بسلام من الغابون بعد الانقلاب العسكري، خاصة وأنه لم يظهر له أي أثر أو نشاط داخل المملكة المغربية تزامنا مع الانقلاب العسكري الذي أطاح بصديق طفولته المقرب علي بونغو.